عودة من جديد لأقرب عيدل مع 3 مشتركين في المنافسة الأخيرة. هم ال3 وصلوا هنا بفضل موهبتهم وصوتهم الحلو وإصرارهم على تحقيق حلمهم. وأكيد بفضلكم أنتوا اللي حبيتوهم ووقفتوا جنبهم حلقة بعد حلقة، والتصويت لسه مستمر لغاية نهاية السهرة. وقبل ما نستقبل عمار محمد من اليمن، عايز أنوه على حاجة مهمة جدا. نظرا للأوضاع في اليمن ما قدرناش نطلع لايف من اليمن مباشر يعني، فاخترنا نطلع مباشر من مكان تاني وهو جدة، مع مجموعة كبيرة من الجالية اليمنية اللي موجودة في جدة المقيمة هناك. وعايز أقول إن عمار مش بس وراه أهله من اليمن، وراه كل الشعوب العربية من كل أنحاء العالم. تحية كبيرة لأهل اليمن. ودلوقتي مع عمار محمد من اليمن. حبي لها رغم الظروف القاسية، رغم المحن. حبي لها أمي سقتني إياه في وسط اللبن. حبي لها رغم الظروف القاسية، رغم المحن. حبي لها أمي سقتني إياه في وسط اللبن. أنا عشت فيها أجلها بخلص لها إخلاص عاشق في هواها مؤتمن. ما بصبر فيها على خاين ولا عابد وثن. بخلص لها إخلاص عاشق في هواها مؤتمن. ما بصبر فيها على خاين ولا عابد وثن. بحبها من حيث ما
عمار، انت عارف انت هنا ليه؟ عشان بترفع اسم اليمن لفوق، صح؟ كل اهلك في اليمن وكل اهلك في مصر وكل اهلك في لبنان وفي الخليج وفي كل حته في الدول العربيه بتشجعك. انت العرب ايدل، يكفينا حرب والله. وامير العرب ايدل، ويعقوب العرب ايدل. كل واحد فيكم دلوقتي في اللحظه دي وراء العالم العربي كله. انتوا الثلاثه العرب ايدل بتوع العالم كله يا جماعه، بنهزر. نسقف له سقفه جامده جدا يا جماعه، سقفه جامده. رسالة أخيرة. عايز تقول ايه؟ قول. رسالة أخيرة من هذا المسرح الكبير. طيب ثانيه نسمع عمار عايز يقول حاجه، ثانيه. اتفضل يا عمار. رسالة أخيرة من هذا المسرح الكبير. يكفينا حرب، والله يكفينا حرب. تبهدلنا كثير، تغربنا كثير، يكفينا حل. شوفوا لنا حل. السياسيين شوفوا لنا حل. تبهدلنا، تغربنا كثير، أرجوكم. شكرا عمار. حظ سعيد عمار اللي كمان حبيتوه وشجعتوه ووصلتوه للمنافسه الاخيره، وكنتوا كل اسبوع بترجموا محبتكم ليه من خلال التصويت المستمر واللي مش هيقف الا قبل دقائق من اعلان النتيجه. ضيفتنا شيرين عبد الوهاب هنسمعها مره تانية بس بعد الفاصل، استنونا.